السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات روان. وكنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم وانتم بتمام الصحه والعافيه. كنبغي نجدد بكم الترحاب من بعد هذا طول الغياب هذا، وكنتمنى ان هذا الغياب ما يعاودش يتكرر. فبالنسبه للاقتراح ديال اليوم، بما اننا على ابواب راس السنه، فكنقترح عليكم هاد الطورطه هذه بالشكلاط اللي كتجي شي حاجه رائعه، سواء المناسبة ديال رأس السنة كذلك عيد الميلاد أو لا. الا بغيتو تحتفلوا هكا باي مناسبه عندكم في الدار او لا توجدوها غير لوليداتكم باش تفرحوهم، فتيقوني انها كتجي رائعه، سواء بلا جينواز ديالها او لا بهاد الكريمه ديالها اللي كتجي رطبه وكتذوب في الفم. الصراحه ما تشبعوش منها نهائيا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يروقكم وينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله تكون هذه البدايه بدايه جديده اللي ان شاء الله موفقه. كنتمنى فقط منكم شويه ديال التشجيع، خليو لي الكومونتير ديالكم وكذلك لي لايك ديالكم. ما نطولش عليكم بزاف وندوزو مباشره طريقه ونبداو على بركه الله. بالنسبه للخليط ديال الجينواز، فعندي هنايا 5 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، اولا تكونوا مزولينهم من الثلاجه على الاقل واحد ساعتين. كنضيف عليهم واحد رشيشه ديال الملح، واحد ساشي ديال الفاني، وكاس ممتلئ ديال العنبه ديال سكر سنيده. صافي. وكنخدم هنا الطراب كيف ما كتشوفوا، كنخدمو في الاول غير على درجه متوسطه حتى كنحرك هذا الخليط هذا مزيان، وكنحس بين داك سنيده شيئا ما دابت. من بعد كنزيد الطراب على درجه اللي هي مرتفعه، وكنخلي هذا الخليط كيتخدم حتى كيتغير اللون ديالو كيف ما كتشوفوا، كيولي تقريبا ابيض، وكيضاعف ليا الحجم ديالو ل3 ديال المرات. هنا كيكون عندنا هذا الخليط ديال البيض جاهز. صافي. هنا كندوز باش غادي نضيف النواشف اللي هما عندي كاس ونص بعبار كاس العنبه ديال الدقيق. وبما اننا غادي نديرو هاد لاجينواز بالكاكاو، فغادي نحيد واحد المعلقه من داك الكاس ونص ديال الدقيق، وغادي نضيفها كاكاو. كيف ما كتشوفوا هنا درت نص كاس في الاول، درت معاه واحد ساشي ديال الخميره الكيميائيه، كنضيف نص كاس الثاني، وغادي نعبر نصف الكأس الاخير اللي بقى كندير منه معلقه كبيره عامره مزيان ديال الكاكاو، وكنكمل التعميره لنص كاس بالدقيق. يعني في المجموع كيف قلت لكم، سواء كان الكاكاو او لا بلا كاكاو، كيكون كأس ونصف ديال الدقيق. صافي. كيف ما كتشوفوا كنغربلو هكا تدريجيا، وانا كنحرك بواحد الفوي. بالنسبه للمبتدئات الا خافوا هكا يهبط ليهم الخليط، حركوا غير بواحد السباتيول غير بشويه، ما تديوش هنا على الفيديو لانه كيكون مزرب اكثر من 3 ديال المرات. داكشي علاش كتشوفوا هكا يدينا انها كتمشي بالزربه. صافي. هنا من بعد ما كنخلط الخليط ديالي مزيان وكنحس بداك الدقيق يعني ما بقاش نهائيا في الخليط، صافي كنجمع هكا الجوانب بواحد السباتيول، وكناخذ اللاطه اللي عندي العبار ديالها واحد 43 في الطول على واحد 37 سنتيم في العرض. كنفرشها بورق الطهي، من الافضل انه يكون نوعيه جيده باش ما تلصقش لكم الجينواز ديالكم. وكنفرغ فيه هكا الخليط ديال الجينواز وكنسرحها بواحد السباتيول مزيان. من بعد غادي نضربها واحد 2 خبطات مع سطح العمل باش كيخرجوا منها هكا دوك الفقاعات ديال الهواء. وكيكون عندي هنايا الفران في هذا الوقت راه سخون، كندخلها على درجة حرارة 160، كنخليها فقط واحد 6 حتى 8 ديال الدقائق، وكتكون الجينواز ديالنا واجده على هذا الشكل. شوفوا معايا الجينواز ما شاء الله راه كتجي رطبه وزوينه بزاف. المرحله الثانيه غادي نوجد معكم واحد الكريمه اللي كنحتاج فيها 2 معالق كبار عمرين مزيان ديال المايزينا، 3 ديال المعالق كبار اللي عامرين ايضا مزيان ديال سكر سنيده، وواحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو. الا بغيتو هنايا تجي لكم الكريمه بطعم الشوكولاته مركز مزيان. الا كنتو بغيتو يجيكم هكا الكريمه بالطعم ديال الشوكولاته ولكن خفيف، فهنا تستغناو على الكاكاو. كنضيف عليهم هنايا نص سيطرو ديال الحليب، وكنحرك مزيان بواحد الفوي، وغادي نرد هاد الكريمه على النار حتى كتعقد ليا مزيان كيف ما كنوجدوا اي كريم. على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا غادي نضيف عليها واحد هنايا دانيت ديال الشوكولات،
وغادي نعاود نخدم بداك الفوي مزيان هاد الخليط هذا. وكناخد هنايا واحد لو بول اللي غادي نفرغ فيه هاد الكريمه هادي، وغادي نخليها تبرد. انا هنا دخلتها للمجمد واحد 30 دقيقه كانت بارده مزيان، باش كيصلح لينا اننا نطربوا بها لاموس ديال الشوكولا ديالنا. هنا من بعد ما بردات كيف ما كتشوفوا، كناخد الطراب الكهربائي وكنخلطها على هذا الشكل هذا. ومن بعد كنزيد عليها ساشيه ديال لاموس. تقدروا تستعملوا في بلاصه هذه ديال الشكلاط تستعملوا ديال الفاني، او لا تخدموا كيف ما انا خدمت. راه كتجي هاد الكريمه بنينه بزاف، وكيف قلت لكم المحبي الشكلاط راه غادي يتمتعوا هما كياكلوا هاد الطورطه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا كنخدم بالطراب، ومن بعد كنزل دوك الجوانب اللي ناشفين باش يتخلط ليا كلشي وينسجم، وكنعاود كنخدم بالطراب كلشي حتى كتعقد لي الكريمه على هذا الشكل هذا. راه كتكون كريمه اللي هي عاقده، ولكن هنايا كيف كنقولوا دائما خص الشونتي ديالكم او لاموس ديالكم تكون بارده مزيان، والحليب كذلك باش غتخلطوها او هاد الكريمه اللي وجدت معكم في الاول ايضا تكون بارده مزيان. هنا لا جينواز ديالنا كناخذ هنا واحد السيركل. انا هنا الصراحه راه خدمتها بالليل وتلغد لي الصباح عاد باش قطعتها. بالنسبه للسيركل فعندي فيه 20 سنتيم، كنقطع هكا جوج دوائر. ومن بعد هادوك الطروفه اللي بقاو ليا راه كنلصقهم وكنقطع بهم الدائره الثالثه. انا ما عرفتش كيفاش ما تصورش معايا داك المقطع. كيكون هذا هو الجنواز ديالنا كنردو على جنب. كناخذ هنايا السيركل اللي كنزيد فيه واحد جوج سنتيم، يعني كيولي القطر ديالو 22 سنتيم. كنحط فيه هاد لا جينواز في الوسط اللي كيف قلت لكم في الاول. القطر ديالها هي 20 والسيركل فيه 22، باش كيبقاو لينا دوك الجوانب خاويين غادي نعمروهم هنايا بلا كريم. كناخد هنايا واحد السيرو اللي درت فيه كاس ديال سنيده مع كاس ونص ديال الماء، كردهم حتى كيغلاو مزيان واحد 5 دقائق. من بعد كنضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وكنسقي به لا جينواز ديالنا. هنايا خديت الكريمه كيف ما كتشوفوا، درتها في واحد لابوش غير باش تساعدني هكا باش تجيني الخدمه صراحه نقيه. بلابوش كتعاون بزاف، ولكن الا ما كانت متوفره غادي تخدموا غير بواحد المعلقه. كنعمر دوك الجوانب ما بين الجينواز والسيركل، وفي الوسط كيف شفتوا كندير الكريم غير بالمعلقه وكنسرحها هكا بديك المعلقه. انا هنايا باش ندير فيها شويه ديال شي حاجه اللي كتجي هكا كروسيون، فعندي هنايا اللوز محمر ومهرمش. درتو في الوسط كيف شفتوا. وعاودت طلعت في الجناب بديك لابوش الكريمه، وكنحط في وسط منها الجينواز. بالنسبه لهاد الجينواز حاولوا ما امكن انها ما توصل لكمش للسيركل باش تجيكم الخدمه ديالكم في الاخير نقيه ومفينيه، ما تحتاجوش نهائيا انكم تبقاو كتملسوا فيها. صافي كنعاود نسقي هذيك الجينواز اللي هي مقسومه دائما كنردوها في الوسط. سقيتها بالسيرو، وكنعاود كندير فوق منها واحد الطبقه ديال الكريمه. كنعاود ايضا كندير هنايا اللوز اللي تقدروا تعوضوه ايضا غير بكاوكاو الا ما كانش عندكم متوفر. انا هنا غير حيت كان عندي داكشي علاش استعملته. كنعاود كندير واحد دائره من الجناب اولا الكريمه من الجناب، وكنسقي هاد المره الطبقه الاخريه ديال الجينواز من الداخل، وكنحطها مقلوبه على هاد الشكل هذا. كنضغط عليها كيف كتشوفوا مزيان باش كل طبقه تشد بلاصتها مزيان، الكريمه ايضا تشد بلاصتها مزيان وما يبقاش عندي فراغات لداخل. وكنجيب هنايا هذاك الصحن اللي كيدور. الا ما كانش عندكم راه تقدروا تستغناو عليه. هنا غير باش كيعاوننا كيف قلت لكم في الخدمه. كنعاود كندير هنايا واحد الكميه ديال الكريمه في الوجه الفوقاني كاع، لان هذه كتكون اخر طبقه. كناخذ هنايا سباتيول كيف ما كتشوفوا، وكنمشي كنسرح هذيك الكريمه في الوجه ديال الطورطه ديالي، وغادي نحاول انني نفينيها ما امكن مزيان. لان كتكون هذه هي اخر الخدمه، ما كنعاودوش مره اخرى اننا نفينيوها. بالنسبه لها الطورطه ديالكم بعد ما كتفينيوها، فهنايا من الافضل انكم تدخلوها على الاقل لمجمد واحد 3 ديال السوايع باش الكريمه كتماسك كتشد راسها مزيان. فاش كتجيو تزولوا السيركل ديالكم ما كيعذبكمش وما كتحتاجوش انكم تعاودوا تخدموا الجناب. انا هنايا الصراحه مولات الكوموند كانت مزروبه عليها، فيلا شي نص ساعه ما كاملاش.
اللي درتها في المجمد واضطريت انني نزولها. داكشي علاش غادي تشوفوا ان الكريمه شويه هكا محتاجه انها تخدم في الجناب. غادي ناخذ هنايا سباتول وغادي ندوز عليها غير واحد الدوره خفيفه، لان كيف قلت لكم هذاك السيركل كيعاون بزاف. كتجي كلها مقاده من الجناب رغم انها ما جمداتش، ولكن راها مقاده. صافي هنايا كيف شفتوا دوزت عليها بديك السيركل وصافي. كيكون هذا هو الشكل ديال الطورطه ديالنا. بالنسبه للتزيين فغادي يكون تزيين بسيط. انا هنا خديت حبيبات ديال الشوكولا ديال كوكيز، هما اللي خدمت بهم الجوانب، كنزوقوا بهم اولا كنفينيو بهم دوك الجوانب. تقدروا تستعملوا كاوكاو، تقدروا تستعملوا الفويتين على حساب نتوما شنو بغيتوا، اولا اللوز اولا اي حاجه اللي بغيتوا نتوما تفينيو بها بالجناب، اولا تخليهم غير هكاك راه كيجيو زعما صراحه مفينين وزوينين. انا هنا غير على الشكل اللي اختارت السيده ففيه هاد الحبيبات هادو ديال كوكيز، خدمتها لا على حسب الطلب ديالها هي كيف ما بغات. راح عطاوها واحد الشكل زوين وبقات هاد لاطاخت في الطيم ديال الشوكولا، يعني كل شيء شكلاط. صافي هنايا غادي نحط هاد لاطاخت ديالي نردها شويه للثلاجه تبرد وغادي ندوز نوجد باش غادي نزين. هنا دوبت شويه ديال الشكلاط غير في الميكرووند اولا في الفران. كنسرحو في واحد البابي كويسون هكا، غير واحد الطبقه رقيقه كنسرحها بواحد السباتول. وغادي ناخد واحد الكميه ايضا اللي هي قليله غير ديال الشكلاط ابيض، كندوز هكا بها خطوط عشوائيه كيف ما درتو لها. وكناخد موس كنقطع به من الجناب هكا واحد المستطيل. كيف ما كتشوفوا كيجي شيئا ما مقاد، واخا ماشي ضروري انكم تشدوه بالمسطره. من بعد كندير هكا مثلثات وكنخليهم حتى كيبردوا وكنزولهم من داك البابي كويسون بكل سهوله. هنا اخر شيء عندي في التزيين، خديت الكميه اللي بقات لي ديال لا كريم درتها في واحد لابوش ودرت لها هاد لادوي هذه اللي كتعطي هاد الشكل. درت بها هكا هاد الوريضات ومن بعد كندير حداهم هاد الشكلاط هذا اللي قطعته على هاد الشكل ديال المثلثات. شوفوا معايا كيفاش جات لاطاخ ديالنا ما شاء الله كتجي زوينه بزاف بزاف. هنايا خديت غير شويه ديال دانيت ديال الشكلاط اولا الشوكولاته ديال الدهن على حساب نتوما شنو متوفر عندكم. درتها غير في واحد لابوش ودرت بها هكا خطوط من هاد الجنب هذا. صافي كناخد موس وكندير به خطوط على هاد الشكل هذا. وشوفوا معايا الشكل ديال لاطاخ ديالنا راه كتجي صراحه شي حاجه اللي رائعه ديال تحميره الوجه. اخر حاجه هي فينيت دوك الوريضات بحبات هكا ديال الشوكولا. وكنكون ساليت الطورطه ديالنا كيف ما كتشوفوا راه كتوجد في وقت قياسي، دغيا دغيا كتوجد، ما فيهاش شي حاجه اللي مكلفه اولا شي حاجه اللي غاليه. هي هذه الا بغيتو تفرحوا وليداتكم في راس السنه، كذلك بالنسبه للسيدات اللي بغاو يخدموا فهذا اقتراح اللي كيطيح رخيص بزاف. هنايا بالنسبه للثمن فراه ما صراحه ما خسرتش فيها اكثر من شي 30 35 درهم. تقدروا تجمعوا كاع الحساب ديال داكشي اللي انا صورت كامل وتشوفوا بشحال طاح عليكم، ما غاديش تفوتوا 31 درهم. بالنسبه للثمن ديال البيع فانا هنايا خرجتها ب 80 درهم. تقدروا تخرجوها هكا غير بواحد 70 درهم وراه عندكم فيها تبارك الله واحد 35 درهم واحده اخرى ديال الربح. كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنبغي نقول لكم شكرا.